الحقيقة أنا كنت في الصباح في دكا العبدة في مدينة جديدة تنوقعوا على واحد الخطة تعاقدية بالنسبة لدكا العبدة، ولكن رغم أنه كان التواجد ديالي تما ونظرا لأنه كاين هذا اللقاء وكاينين هاد الإخوان وكاين هاد الجمعة المباركة بيتو بأنني نجي ونحضر معكم ونكون معكم في هذا اللقاء هذا. وهذا عرفتوا علاش؟ لأنه الجهة ديال الغرب الشرارده بني حسن عندنا يعني عندها واحد المكانة خاصة عن جميع القيادة ديال الحركة الشعبية. كاينة واحد المعزة خاصة ديال هذه المنطقة هذه جهة حركية بامتياز وغادي نرجعوا للأمجاد ديالها إن شاء الله. ولكن كذلك إقليم بن سليمان هذا إقليم الفتي، الإقليم الغني بالناس ديالو، كذلك عزيز علينا وكذلك حركي بامتياز وغادي يكون حركي إن شاء الله في المستقبل. وسيدي يحيى الغرب الأمجاد ديالها معروفة والتاريخ ديالها الحركي معروف ورجالتها ونسائها اللي عطاو في الماضي معروفين، وانا من هذه المنصه هذه احييهم واحيي جميع الحركيين ديال الماضي وديال الحاضر وديال المستقبل ان شاء الله. ولكن الوجود ديالكم هنا هذا كيدل على واحد القضيه مهمه، وهو انه كاينه واحد التعبئه ديال المراه ديال الشباب ديال الكهول ديال الاطفال كلهم من اجل قضايا الحزب ومن اجل قضايا الوطن، وهذا يعني مساله تحسب لكم. وحنايا محتاجين باننا نكونوا معبئين في هذه المرحله هذه مرحله مهمه خصنا نكونوا معبئين لها. علاش خصنا نكونوا معبئين لهذه المرحله؟ لانه بلادنا يعني نجحات بانه تمر من فترات صعبه اللي كتمر منها بلدان اخرى، ولكن بالحكمه ديال صاحب الجلاله نصره الله وبالحكمه ديال المغاربه والشعب المغربي استطعنا اننا نمروا منها بسلام ونمروا الى مرحله ديال الديمقراطيه وديال تنزيل الدستور الجديد. هذا الدستور الجديد وضعوا صاحب الجلاله، ولكن ساهموا فيه جميع المغاربه وساهموا به بالاراء ديالهم، ساهمت فيه الاحزاب السياسيه بالاراء ديالهم، والتجند ديال المغاربه باش يصوتوا على الدستور في 2011 كان خير وسيله للتجاوب مع تطلعات الربيع العربي. احنا درنا الربيع العربي بطريقتنا الخاصه، طريقه كتوالم الحضاره المغربيه، كتوالم الشعب المغربي، كتوالم كذلك التوافق الابدي الموجود ما بين العرش والشعب. ولكن ولاد الغرب الشرارده بني حسن والناس ديال سيدي سليمان والناس ديال سيدي يحيى الغرب كان عندهم نصيب كبير ووافر في التجند والتعبئه من اجل تنزيل الدستور. ولكن بعد تنزيل الدستور الان وبعد التصويت على الدستور الان مرينا لواحد الفتره ديال التنزيل ديال الدستور، لانه الدستور هو القانون الاسمى في البلاد، ولكن دابا خصنا نعرفوا شنو نديروا به. خصنا نباشروا التنزيل ديالو، نخرجوا القوانين، نديروا الاصلاحات، نديروا الاوراش الى غير ذلك. كل هادو امور ضروريه جدا باش يمكن لنا نستمروا. حنا في الحركه الشعبيه متواجدين في اطار الحكومه، ونحن نحمل مشعل الاصلاح والتغيير والتنميه في البوادي وفي القرى. علاش كنحملوا هذا المشعل هذا؟ لانه الحركه الشعبيه فاش جات لجوج الحوايج من 58. اول حاجه اللي جات لها وهي تتقول ما يمكنلوش يكون عندنا حزب واحد، كاينه التعدديه، لان المغاربه عندهم افكار متعدده متلاقين في مسائل. عندنا الثوابت ديالنا ديال الامه، الثوابت هو الدين الاسلامي، هو الملك، هو الوحده الترابيه، والان في الدستور الجديد الخيار الديمقراطي. هذو ثوابت لا يجادل فيها الشخصان، ما تتناقشوش عليها. ولكن امور اخرى كيفاش غادي نسيروا البلاد وباش غادي نبداو وشنا هي الاولويات الى غير ذلك، هذه امور كاينه احزاب عندها اراء فيها، وحزب الحركه الشعبيه كذلك كان عنده الراي فيها. لهذا فاش جينا في 58 قلنا بانه خص تكون تعدديه، خص جميع الاحزاب تكون ممثله، ما يمكن ليناش يكون غير صوت واحد، خصنا واحد التعدد ديال الاصوات. ايوا 50 سنه من بعد داك الشيء في الدستور الحالي عاد كاينين اللي فاقوا من القلبه وعاد امنوا بالتعدديه. حنا امنا بها من شحال هذا،
حنا قلنا بانه التعدديه شحال هذا اساسيه بالنسبه للمغرب، ولكن مساله ثانيه اخرى اللي هي مهمه ودائما ناضلنا من اجلها بالنسبه للحركه الشعبيه، هي تنقولوا راه ما يمكنش المغرب يتنمى، ما يمكنش المغرب يتطور بدون العالم القروي، بدون المدن اللي هي صغيره بحال سيدي يحيى الغرب، من دون جهات بحال الغرب الشراده بن حسن. الغرب الشراده بن حسن معروفه بثرواتها الكبيره، اذا حرام انه يكون فيها الفقر، ماشي معقول انه يكون فيها التهميش، ماشي معقول انه يكون فيها مدن الصحفيه. ضروري انه واحد يعني التفاته قويه جدا للعالم القروي، وحنا متواجدين في الحكومه الحاليه باش يمكن انه العالم القروي والمدن بحال سيدي يحيى الغرب بحال سيدي سليمان تعطاهم يعني السياسه الخاصه بهم، لانهم كيستاهلوا دائما ناضلوا من اجل الوطن ومن اجل الملك ومن اجل الوحده الترابيه ديال البلاد. حنا مجتمعين اليوم من اجل باش نحضروا المؤتمر الاستثنائي اللي غيكون نهار السبت الجاي. هذاك المؤتمر الاستثنائي شنو هو؟ عنده نقطه واحده في هذاك المؤتمر الاستثنائي، وهي انه نلائموا النظام الاساسي ديال الحزب مع القانون الاحزاب، لان خرج واحد القانون ديال الاحزاب خصنا نلائموا هذاك النظام الاساسي ديالنا مع قانون، ولكن لائموا كذلك مع مستجدات اللي كاينه في الدستور. الاخوان اللي غادي يتكلموا لكم على المسائل التقنيه اللي كاينه في هذه، اذا ما غاديش نطول في هذا الاطار هذا، ولكن هذه مناسبه باش خصنا ناكدوا بانه الا بغينا انه نمروا الى اوراش الاصلاح باش نديروا الاصلاحات اللي بغاوها المغاربه، باش ناكدوا على مسائل ديال محاربه مدن الصافيه، محاربه الفقر، التعليم، الصحه، النقل، محاربه التهميش، خصنا لابد انه يكون واحد الوضوح في الحقل السياسي حاليا. خصنا لابد حكومه كاينه حاليا، خص هذه الحكومه انه يتوضح شكون هو اللي بغى يكون في هذه الحكومه، شكون اللي ما بغاش يكون فيها، وخص يكون واحد الانسجام. حنا بالنسبه لنا في الحركه الشعبيه دائما الناس مسؤولين، اذا كنا في المعارضه تنكونوا في المعارضه، واذا كنا في الحكومه تنكونوا في الحكومه، ودائما تطلبوا الانسجام. علاش الانسجام؟ لماذا؟ لانه اذا بغينا نتخطاو هذه الفتره هذه خصنا لابد من الانسجام. اذا بغينا انه نباشروا الاصلاحات المهمه اللي تيتسناو منا المغاربه لابد من يكون من الانسجام، واذا بغينا انه نعطيو اشاره للعالم لابد من الانسجام. تتعرفوا بانه الان كاينه ازمه اقتصاديه موجوده في العالم كله، الشركاء ديالنا في اوروبا فيهم ازمه اقتصاديه، الاشقاء ديالنا العرب كاينه ثورات، وكاينه ازمه على المستوى العالمي اقتصاديا. رغم ذلك المغرب راه كيتخطى هذه الازمه بصبر وبجهود، ولكن لابد ان خصنا نرسلوا واحد الاشارات قويه بان عندنا حكومه متجانسه وقويه وراء صاحب الجلاله باش يمكن لنا نكملوا جميع الاوراش اللي بداها صاحب الجلاله واللي هي مهمه للمستقبل ديال البلاد. خصنا لابد اننا كلنا نكونوا متجندين باش يمكن لنا اننا نوصلوا لهذه المساله هذه. خصنا لابد، لانه اللي تيتسناو منا المغاربه ماشي كيتسناو منا اننا نبقاو نناقشوا ولا نبقاو ندابزوا ولا نبقاو نهضروا. المغاربه بغاونا نعملوا، والعمل اللي بغاو المغاربه اساسي جدا وكيتعلق بالحياه اليوميه ديالهم. الاخوان عاد قالوا راه ما كاينش النقل في سيدي سليمان، الاخوان قالوا بانه الصفيح مازال موجود في سيدي يحيى الغرب، الاخوان كاين اللي مازال عندهم مشكله باش يوصلوا ولادهم للمدرسه، كاين اللي ما عندوش اشكال، كاين اللي عنده مشكله ديال الصحه، الشباب كاين كثير منه اللي عاطل. هادو هما القضايا ديال المغاربه، وهادو هما القضايا اللي خصنا نركزوا عليهم، وحنا في الحركه الشعبيه بغينا نركزوا على هذه القضايا. ولكن الا بغينا نركزوا عليها كاين واحد المساله اساسيه خصنا نديروها حنايا كحركيين، وهو ما خصناش نبقاو فقط واحد الحزب اللي كيكمل الحكومه. خصنا انه المستقبل نحاولوا اننا حنا نكونوا في رئاسه الحكومه، ولا بغينا اننا نوصلوا باش نكونوا في رئاسه الحكومه وباش يمكن لنا انه الاصلاحات اللي بغينا شحال هذا ندوزوها دابا، خصنا لابد نتجندوا ولابد نتعبئوا ولابد نتنظموا على مستوى الحزب. العمل اللي كتقوموا به ومع السيد المنسق الاقليمي ديال الحركه الشعبيه عمل جبار،
التواجد ديالكم دليل على انكم بغيتوا تزيدوا لقدام. الوجود ديالكم هنايا دليل على انكم بغيتوا تنظموا. اذا لابد اننا نتنظموا على المستوى المحلي، على المستوى الاقليمي، على مستوى الجهه، على مستوى القطاعات ديال المراه وديال الشباب وديال المشتغلين. كلنا نتنظموا باش يمكن لنا اننا نكتسحوا الانتخابات. فاش تجي الانتخابات وانذاك يمكن لنا ناخذوا زمام الامور باش يمكن لنا اننا نباشروا يعني الاصلاحات. ولكن ما تعنيش الان بانه كل منا في الموقع ديالو في الوزاره ديالو ما غاديش يدير حوايج. كما قالوا الاخوان وكما قال السيد المنسق، كاينه مشاريع اللي قام بها السيد وزير الشباب والرياضه، كاينه امور اللي تقوم بها السيد وزير الداخليه لمساعده هذا الاقليم الفتي ولمساعده سيدي هذا، وكاينه امور على مستوى وزاره السياحه اللي غادي يمكن لنا كذلك نعملوا عليها واللي غادي يمكن لنا نديروها. من هذه الامور والاخوان الممثلين البرلمانيين تذكروا عاد وقعنا هذه قبل واحد الشهر واحد البرنامج عقده على مستوى الغرب الشرارده بن حسن. فاش الناس كيذكروا الغرب الشرارده بن حسن تيقول لك هذا ماشي اقليم سياحي، هذه ماشي جهه سياحيه. كاين الفلاحه، كاين البني، كاين معامل، مناطق صناعيه، ولكن ما كاينش السياحه. ولكن بالعكس الا عرفتي المؤهلات ديال هذه الجهه غادي تبان لك بانه السياحه يمكن لها انها تطور في هذه الجهه وتصبح قطاع من القطاعات الاساسيه بالنسبه لهذه الجهه. كاينه شواطئ 140 كيلومتر، كاينه مدن تاريخيه، كاينه قصبات، كاين كذلك تراث لا مادي اللي موجود في هذه المنطقه، كاين كذلك يعني اثار مهمه جدا. في هذا الاطار هذا حنا عملنا واحد المدارات سياحيه على مستوى الغرب الشرارده بن حسن خصوصا في الاقليم ديال بن سليمان. كاينه قصبات غادي نهتموا بها باش يمكن لها تكون كذلك مزارات الناس اللي غيجيو للمهديه ولا غيجيو لمولاي بوسلام، المحطات اللي غادي نعملوهم تما يمكن يجيو للمناطق الخلفيه ويستافدوا من هذا.